السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أستاذ مصر الأول محمد كريم. هل إسماعيل الليثي مات إكليكيا؟ ده اللي هنحاول نقول لكم عليه النهاردة إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. إسماعيل الليثي كان رايح يحيي فرح في محافظة أسيوط، مش في محافظة المنيا. الفرح طبعا كان فيه عروستين وعريسين. اسماعيل الليثي راح الفرح اللي هو في أسيوط قعد فيه بالظبط 45 دقيقة. لدرجة إن الناس طبعا أصحاب الفرح قالك هو ليه ما قعدش، ده هو ما لحقش يقعد، ما لحقش مش عارف ايه. وهو كان مستعجل جدا لدرجة إن الناس اعتقدت إن هو كان رايح يحيي فرح تاني. المهم خلص فقرته وخد عربيته وخد الفرقة بتاعته، وفي ناس كانت معاه في العربية مساعدين وكده، فخد بعضه ومشي. وهو ماشي في الطريق كان عدى محافظة المنيا، وهو في نطاق مركز ملوي بص لقى عربية جاية عليه، لبسوا الاتنين يعني دخلوا الاتنين في بعض. تقريبا مات حوالي ست أشخاص. تمام. وأربعة، أو أربعة كانت حالتهم يعني أصيبوا، منهم حالة أو حالتين صعبة جدا. من الحالتين دول حالة الفنان إسماعيل الليثي. إسماعيل الليثي ما ماتش إكليكيا كما أشاع، ولكن هو من جراء الحادثة جاله نزيف في المخ، ومصاب في إصابتين في الجمجمة. ولكن يعني الجسم مازال شغال. الدكاترة طبعا في مستشفى ملوي حاولوا ان هم يعملوا اقصى ما لديهم، رغم ان طبعا دي عايزين يكون في العلم ان دي مستشفى في مركز، اكيد امكانياتها مش زي امكانيات مستشفى كبيرة عفوا، او مستشفى خاص يعني. لا، دي مستشفى في مركز. فالدكاترة اللي هناك يعني ربنا سبحانه وتعالى قدرهم ان هم يقدروا يلحقوا الحالة. وكمان هم ما يقدروش ينقلوه لمستشفى تانية كبيرة نظرا لخطورة حالة الفنان إسماعيل الليثي. الدكاترة طبعا عملوا اللي عليهم، وقدروا إن هم يخلوا القلب توقف طبعا فترة، ولكن هم قدروا إنه يخلوا القلب يشتغل بنسبة كبيرة، وده طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. بجانب إن هم كمان يعني نزيف الدم الشديد اللي كان بينزل، قدروا ان هما كمان يوقفوا نزيف الدم اللي كان في المخ الى حد ما. يعني دلوقتي الدم ما بينزفش بالطريقة اللي كان بينزف بيها في بداية حالة الفنان اسماعيل الليثي. الفنان اسماعيل الليثي هو ما طلبش من الناس دلوقتي غير الدعاء بالشفاء العاجل، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويقدر ان شاء الله ان الدكاترة كمان يقدروا ان هم ان شاء الله يخلوا حالته تستقر، وتبقى الحالة ان شاء الله كويسة ومستقرة. كل الاخبار الجديدة ان شاء الله، الاخبار الفنية هتلاقوها هنا، مش في مكان تاني، في قناتكم قناة استاذ مصر الاول محمد كريم. دايما وابدا انتظرونا وعلى الموعد هنا مع قناة محمد كريم. السلام عليكم.